يا صباح الفل، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده انا هعمل معاكم شوربه الجمبري بطريقه سهله وبسيطه جدا بقشر الجمبري بس. طبعا ده يعني عباره عن نص كيلو جمبري. تمام، انا قشرته وظبطته وكل حاجه، وانتوا طبعا اي كميه انتوا بتحبوها اعملوها، سواء بقى كيلو، نص كيلو، ربع، اي حاجه. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان الجمبري غالي جدا، فده يعني يعتبر يعني مش اللي هو الكبير ومش اللي هو الصغير قوي، هو في الوسط كده، في المعقول. تمام، خليكم معايا عشان نشوف الشوربه بتعمل ازاي. مبدئيا كده انا عندي حوالي معلقه سمنه بتاعه الاكل دي، هنزل بقى عليها بقشر الجمبري. عندي بقى ايه؟ عندي ثوم وعندي بصل. الثوم ده، البصل عباره عن بصلايه، والثوم عباره عن 3 أو 4 فصوص ثوم. تمام، هنقلبهم بقى معايا بالشكل ده. عايزه اقول لكم ريحه القش تحفه، بس الشوربه هتبقى بتاعته كمان تبقى جميله جدا. والجمبري طبعا بتاعنا انا هقول لكم على وصفه تانية هنعمله بيه بس في الفيديو الجاي ان شاء الله، عشان انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. بعد بقى ما وصل للون الاورنج ده، احط بقى عليه ميه كده. احط ميه يعني حبه حلوين. تمام كده، احط عليها بقى ايه، عليهم بقى كام ورقه لورا كده. بقى احط شويه نقطه كده من المرقه، حبه صغيرين جدا يعني مش كتير، عشان ايه؟ مش عايزينها تكون فيها طعم المرقه طبع عليها. انا عايزه بس رشه بسيطه جدا من المرقه. احط عليها رشه بسيطه جدا من تتبيله الشوا. اوريكم قد ايه يعني الكميه دي كده بس. طبعا هحط لها بقى شويه ملح، شويه فلفل، مش هملحها اوفر يعني، احط لها حاجه بسيطه من الملح. بعد كده هبقى املحها مع الاكل، رشه بسيطه جدا من الفلفل بس كده. طبعا هسيبها تغلي لحد ما توصل للطعم والشكل اللي انا عايزاه. بعد كده هصفيها واطلع منها ميه الشوربه بتاعتها دي، وتحفه جدا نستخدمها في اي حاجه، طواجن سي فود، طواجن جمبري، اي حاجه تعملوها ليها هتبقى تحفه معاكم. لو انتوا مثلا عايزين تعملوا مكرونه بتضيفوا لها مثلا شويه من المرقه دي، تبقى تحفه. بس كده، اشوفكم في الفيديو ده على خير، متنسوش اللايك والسبسكرايب. مع السلامه.